دي اسهل واسرع طريقة ممكن تلفي بيها محشي ورق العنب من غير ما يفك معاكي ولا يطلع رز ويطلع معاكي بالجمال ده. هنجيب طبعا كيس تلاجة ونفرده على اي قطعة رخامة، وتتني الطرف ده والطرف ده واول طرف بس، وتغطي طبعا الكيس وتدوسي بالسكينة وتسحبي الكيس، هيرول على المحشي ويقفله من كل الجوانب. الطريقة مبسطة جدا. هعمل معاكم واحدة تانية حتى، بصوا لو الورقة صغيرة جدا هتلفيها بمنتهى البساطة. هنتني اول طرف والطرف التاني كده، وبعد كده هنغطي بالكيس التلاجة ونضغط بالسكينة ونسحب الكيس. يعني مفيش ابسط من كده ولا اسرع من كده. بصراحة الطريقة دي من أسرع الطرق اللي أنا اشتغلت بيها في محشي ورق العنب. يعني أنا بجيب كميات بيخلصوا معايا مفيش. كنت بفضل وقت كتير جدا عشان أخلص محشي ورق العنب، لكن دلوقتي ما بقعدش هم إن أنا أعمل محشي خالص. الطريقة سهلة جدا. أنا كنت مستصعبة إزاي أسحب الكيس وأعمل كده، لكن من أول مرة عملت بصراحة نجح معايا، والمحشي كمان جميل جدا. طبعا شايفين المحشي عامل ازاي، طريقة التسوية. بعد ما رصيته طبعا وضغطت عليه بايدي هنحط تقل، وبعد كده ما نحطش الماء مباشرة، لازم نحط تقل عشان ما يفكش المحشي معاكي. وتزودي المرقة عن المحشي بمقدار نص صباع، تمام، وتعلي عليه اول ما يغلي توطي عشان المحشي ما يفكش معاكي. وبعد كده طبعا اديني قلبت الحله. شايفين المحشي عامل ازاي؟ بصوا يا جماعه، الجمال والحلاوه، ولا في صباع فك ولا اي حاجه. يعني كأنك لفاه على مكنة بالظبط. يعني انا بعشق حاجة اسمها ورق عنب. كده وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم.